في يوم لما التلج نزل الناس قالت ده مطر عادي، بس محدش كان يعرف إن ده مش مطرة، ده بداية النهاية. إلا بنت ملكة التلج لما لمست القوة المحرمة صحت كيان ميت من آلاف السنين، أرواح جليدية بتسحب الدفى من القلب وبتحول البشر لتماثيل ساكتة بتصرخ جواهم أرواحهم ومحدش سامع. دلوقتي مفيش أمان، مفيش دفى، مفيش وقت. جيردا وكاي لازم يواجهوا أسوأ كابوس خرج من قلب الجليد. فيلم النهاردة مش بس مغامرة، ده صراع ضد لعنة ممكن تموت العالم كله متجمد. الأميرة دي عندها موهبة، عندها قوة سحرية ونفسها تستغلها علشان تنقذ العالم، بس المشكلة إنها مش عارفة الغرض الحقيقي من القوة دي والأسرار الغامضة اللي مامتها مخبياها. وسط الجبال الضخمة عايشة ملكة التلج العظيمة مع بنتها الوحيدة الأميرة إلا دي متعودة على الدلع، شقية قوي وعمالة تعمل في مشاكل في القصر. صاحبها الأنتيم هو بطريق، وإلا بتحب تلعب معاه، وكمان ورثت قوة سحرية من ملكة التلج مامتها بس مش عارفة تستخدمها إزاي. بس إلا عمالة تجرب قواها وهي بتلعب من غير ما تاخد بالها من خطورتها. الملكة عمالة تنصحها تكون حريصة وبتفكرها قد إيه الدنيا بره وحشة، بس إلا مش بتديها أي اهتمام وبتجري بره علشان تتزحلق على البحيرة المتجمدة. بتستخدم سحرها تاني وبتلاقي رسمة غريبة على البحيرة، أول ما إلا بتقرب منها الرسمة بتبدأ تنور. فجأة ملكة التلج بتوصل وبتوقف إلا. الرسمة دي في الحقيقة هي ختم البحيرة اللي قافل على شرير قوي اسمه داكسافيرا والخدم بتوعه كمان. لو قدروا يخرجوا العالم كله هيتدمر. للأسف الملكة مش عارفة إن الأميرة الصغيرة عملت بالفعل شرخ في الختم ده. الأرواح الشريرة كانت مبسوطة قوي لما شافته ومستنية زيارة تانية من الأميرة الشقية علشان تكسر الختم كله. ملكة التلج عارفة بنتها كويس قوي، علشان كده منعتها تخرج برا القصر. إلا زعلت، فالملكة حضرت لها شوية آيس كريم حلوين. فجأة 3 كائنات صغيرة دخلوا القصر من غير استئذان، بيقولوا على نفسهم السياح وبدأوا يستكشفوا كل حاجة في القصر. الملكة مش مبسوطة لما شافت الضيوف اللي محدش عازمهم دول، وسألتهم إزاي لقوا القلعة بتاعتها. السياح أشاروا على بوابة سحرية بتسمح لهم يزوروا أماكن مثيرة في كل أنحاء العالم. ده خلى الملكة قلقانة قوي علشان بوابة قوية زي دي ما ينفعش تتساب كده من غير حراسة. بس السياح نظموا كل حاجة، البوابات محمية بكتاب الحكمة المتخبي جوه بركان غامض، وكمان محدش يقدر يعدي من البوابة دي من غير التمائم السحرية. السياح متأكدين إن محدش يقدر يوصل للبركان، بس اللي ما يعرفوش إن 2 قراصنة صغيرين اسمهم رولان وألفيدا لقوا البركان ده. أول ما وصلوا لقمة البركان رولان مسك حبل ونط جوه البركان من غير ما يفكر، انبهر على طول بالمعمل السري المتخبي جوه البركان، وكمان لقى كتاب الحكمة الغامض. في الوقت ده السياح كانوا مبسوطين وهم بياكلوا آيس كريم مع إلا، هي متحمسة قوي إنها قابلتهم وسألتهم كم مكان زاروه لحد دلوقتي. السياح مش عارفين يبدأوا منين علشان عملوا مغامرات كتير قوي من ساعة ما لقوا كتاب الحكمة. أول رحلة ليهم كانت للأهرامات الضخمة في مصر وهناك جري وراهم موميا. بعد كده راحوا للكوليسيوم الروماني وعملوا فيه دمار كبير علشان يهربوا من الاتهامات. السياح جريوا على سور الصين العظيم. دي كانت مجرد أمثلة قليلة للأماكن الرائعة اللي زاروها السياح. إلا غيرانة قوي نفسها تسافر العالم مع إنها صغيرة بس عندها قوة خارقة، فمش هيكون خطر قوي بره. بس الملكة مش موافقة علشان إلا مش بتقدر تتحكم في قوتها كويس، وفضولها دايما بيجيب لها المشاكل لحد ما تتعلم تكون مسؤولة. إلا مش مسموح لها تزور أي مكان. إلا ما قالتش أي رد، بس دماغها الشقية عمالة تخطط لحاجة. جمعت السياح وبدأت تتباهى إنها تعرف مكان سحري محدش زاره قبل كده، وقالت كده وخدت الكل لختم البحيرة. السياح خافوا لما شافوا الأرواح الشريرة المحبوسة جوه الختم، بس إلا بثقة قالت إن مفيش حاجة تخوف، هي مصدقة إن الختم قوي قوي وعمره ما هيتكسر. علشان تثبت كلامها إلا بدأت تتزحلق على ختم البحيرة. للأسف الشرخ كبر والأرواح الشريرة بدأت تهرب من الختم. دوك سافيرا مبسوط قوي ومستني الخدم بتوعه يفتحوا له الطريق. الأرواح هجمت إلا والسياح، بس ملكة التلج وصلت في الوقت المناسب علشان تنقذهم. طلبت من الكل يستخبوا في القصر، بس إلا عايزة تساعد في المعركة دي. استخدمت كل قوتها علشان تهاجم الأرواح، بس محتاجة تتمرن أكتر قبل ما تشارك في معركة حقيقية. أول ما إلا راحت للقصر الملكة اتجهت ناحية الختم وقفلته تاني باستخدام عصاها السحرية.
دوك سافيرا بيحاول بكل قوته إنه يهرب، بس الملكة مش هتسمح بده يحصل بسهولة. رجعت للقصر وإلا كانت مستنية التوبيخ اللي في انتظارها، بس الملكة مش قادرة تغضب دلوقتي، محتاجة تتأكد إن الأرواح الشريرة مش هتعرف تهرب من العالم ده. قتلت أكبر عدد ممكن من الأرواح، بس شوية منهم نجحوا في استخدام البوابة السحرية ووصلوا للكهف اللي فيه رولان. لحسن الحظ ما اتقبضش عليه والأرواح طارت بره البركان. لما شافت كده الملكة قلقانة قوي عشان الأرواح الشريرة خطيرة جدا. ده كمان خلى ملكة التلج تذكر ماضيها المرير، بس إلا مش فاهمة مامتها بتتكلم عن إيه. العصا السحرية مش هتقدر تمسك ختم البحيرة لفترة طويلة، فالسياح لازم يرجعوا لعالمهم ويقفلوا البوابة السحرية. ملكة التلج طلبت من إلا تكون مع السياح علشان محتاجة تعمل مهمة خاصة شوية. الأرواح القليلة اللي هربت من البوابة لازم تتهزم قبل ما تعمل أي مشكلة كبيرة. الملكة كمان ادت إلا كورس خاص وطلبت منها تدور على بنت وولد اسمهم جاردة وكاي، هيساعدوا إلا إنها تعيش في عالم البشر، بس لسه محتاجة تتحكم في قواها علشان الأرواح الشريرة ما بتتهزمش غير بسحر التلج. إلا مستعدة لمغامرتها الأولى، بس كانت قلقانة قوي على مامتها. ملكة التلج كمان مش عايزة تسيب بنتها لوحدها، بس لازم تفضل في القصر علشان تمنع أرواح أكتر إنها تدخل البوابة. دوك سافيرا سمع كل حاجة وبعت رسالة للأرواح اللي هربت، بدل ما يضيعوا وقت الأرواح لازم يكونوا ورا إلا ويمنعوها من إنها تقفل البوابة. دوك سافيرا مستني الختم يتكسر علشان يقدر يدخل عالم البشر. في الوقت ده جاردة وكاي عايشين بسلام في بلدتهم الصغيرة الهادية. من فترة طويلة ما حصلش مشاكل كبيرة، فجاردة وكاي بيقضوا معظم وقتهم في هواياتهم المفضلة. لما بيحسوا بالجوع بيروحوا السوق علشان يشتروا شوية بقالة زيهم زي باقي المواطنين. الكل عايشين في سلام برضو. ساعات بيبقى الجو هادي أوي لدرجة إنهم بيناموا كذا مرة طول اليوم. جاردة بدأت تتضايق شوية علشان زهقت من الجو الهادي ده. أول ما قالت كده روح شريرة دخلت بلدتها وبدأت تهاجم المواطنين الغلابة. أنفاسها الباردة بتجمد كل حاجة في طريقها. جاردة وكاي مسكوا أي حاجة قدامهم على طول وبدأوا يحاربوا الروح دي. نجحوا إنهم يعملوا تشتيت، بس ده خلى الروح غضبانة قوي. جاردة وكاي بيحاولوا يجروا من السوق، بس روحين كمان قطعوا عليهم الطريق. لحسن الحظ إلا والسياح وصلوا علشان يهاجموا الأرواح ويساعدوا جاردة وكاي إنهم يجروا من السوق. مسكوا عربية عشوائية وساقوا بسرعة جنونية. الأرواح ما استسلمتش وعمالة تقفل كل أبواب الخروج بالتلج. كاي بيحاول يرمي حاجات مختلفة على الأرواح بس مفيش حاجة بتأثر فيهم. إلا افتكرت فجأة الكرسي اللي مامتها ادتهولها، قالت عليه الكرسي السحري لرياح الشمال وطلبت من جردة تستخدمه. أول ما جردة وجهته ناحية الأرواح واحد منهم وقع على الأرض، التاني فضل يروح وراهم، فالسياح عملوا تشتيت بالديناميت واتسللوا جوه نفق. إلا أخيرا لقيت فرصة تقدم نفسها، بس جردة وكاي اتصدموا لما سمعوا عن ملكة التلج. السياح خدوهم لمعملهم السري في البركان اللي شكله متبهدل خالص. أكتر حاجة كانت مقلقة هي إن كتاب الحكمة مفقود، مش ممكن يقفلوا البوابة من غير الكتاب، فالكل بدأوا يدوروا على أدلة علشان يقبضوا على الحرامي. فيلاقى خريطة وعرف على طول إنها بتاعة طاقم ألفيدا. السياح فضلوا ورا علشان يحرسوا البوابة في حين إن الباقيين استعدوا علشان يقابلوا ألفيدا. كاي شايف إنها فرصة كويسة علشان يجرب اختراعه الجديد، فطلب من جاردة وآيلا يركبوا العربية الطايرة. في الأول كانت هتقع، بس بعد كده العربية اتوزنت وبدأت تطير في الهواء. كاي اتبسط أوي واتجه ناحية مدينة القراصنة. رولان وصل هناك هو كمان وعمال يدرس كتاب الحكمة. باقي القراصنة عمالين يتريقوا عليه، بس رولان ما كانش مهتم. بس ألفيدا عايزاه يدفع تمن كل الأضرار اللي عملتها الأرواح الشريرة لسفينتهم. لو رولان ما نطش في البركان ما كانش أي حاجة من دي حصلت. قبل ما رولان يرد كلهم اتشتتوا بسبب العربية الطايرة المتجهة ناحيتهم. ألفيدا معرفتش كاي وأمرت القراصنة يضربوا العربية بالمدافع. العربية ولعت، بس لحسن الحظ كاي قدر يعمل هبوط اضطراري. بعد التحيات جاردة لاحظت إن رولان شايل كتاب الحكمة وسألته ليه سرقه. رولان بدأ يدافع عن نفسه على طول وشرح إنه لقى الكتاب في كهف غامض، ما كانش يعرف إن الكتاب بتاع حد. جاردة وبخته علشان مش مهتم بالعواقب وقالت للكل عن الأرواح الشريرة. أول ما ذكرتهم الأرواح وصلت المدينة وبدأت تجمد كل حاجة في طريقها. ألفيدا طلبت من الكل يتجهوا ناحية السفينة علشان يقدروا يطيروا بعيد. الأرواح عمالة تروح وراهم، فجاردة طلبت من إلا يتعاونوا، بس البنت العنيدة قررت تتعامل مع كل حاجة لوحدها. للأسف فشلت في التحكم في قوتها وجمدت الدفة بدل الأرواح. إلا عرفت غلطتها واعتذرت لهم كلهم، فجاردة ادتها فرصة تانية. المرة دي هيتعاونوا.
إلا عملت شوية سحب، وجاردة استخدمت قرص رياح الشمال علشان تغطي السفينة بالضباب. الفيدا صلحت الدفة وساقت السفينة بعيد قبل ما الأرواح يمسكوهم. إلا طلبت من رولان يرجع الكتاب علشان البوابة تتقفل، بس قلقانة برضو على مامتها، الختم هيتكسر في أي لحظة، وملكة التلج مش قوية كفاية إنها تحارب دوك سافيرا لوحدها. لما سمع كده رولان جات له فكرة، وهو بيدرس كتاب الحكمة لقى طريقة علشان يعمل ختم بحيرة جديد ويستعيد قوة ملكة التلج. جاردة مش بتحب ملكة التلج بسبب شوية حاجات حصلت في الماضي، بس دلوقتي عايزة تدي الملكة فرصة تانية. من غير مساعدة ملكة التلج مش ممكن يقدروا ينقذوا عالمهم. إلا اتبسطت قوي، والكل اتجهوا لحديقة الجنيات علشان يجمعوا الزهور المطلوبة. الغريب إن شكل الحديقة ده مريب قوي، والنباتات بتقدر تتحرك زي البني آدمين بالظبط. لما صاحبة الحديقة شافت الضيوف كانت زعلانة لأن محدش عزمهم وطردتهم بره، لكن في الوقت ده الأرواح هجمت السفينة وخلتها تقع على الأرض. بعد كده بدأوا يدمروا الحديقة. النباتات اللحومية حاولت تحمي الحديقة بس فشلت قدام الأرواح. إلا غضبت قوي وقررت تستخدم سحرها. بسبب فيضان المشاعر فشلت في التحكم في قوتها وجمدت نص الحديقة. ورولان كمان صاحبة الحديقة غضبانة قوي بس ما عندهاش وقت توبخ الأميرة، لازم يوقفوا الأرواح دي. جاردة اتقدمت وهاجمت الأرواح بالقرص السحري، في حين إن كاي بدأ يفك تجميد رولان والنباتات. إلا لما شافت الكل في ورطة حست بالخجل من نفسها واعتذرت عن تصرفها المتهور. جاردة سامحتها تاني ونصحتها تحاول تشتغل في فريق. إلا وعدت تعمل كده وبدأت تتبع تعليمات جاردة. جمدت براعم الزهور بحرص وساعدت في رميهم على الأرواح. اتنين منهم اتهزموا، في حين إن الأخير هرب وهو خايف. صاحبة الحديقة شكرتهم علشان أنقذوا حديقتها، مع إنها ما تعاملتش معاهم بلطف أبدا كرمز يعني إنها ممتنة أو كده، بس غرست برعم زهرة بدموعها وادته لإلا. البرعم السحري ده ممكن يستخدم علشان يكسب كمية كبيرة من القوة، بس في المقابل لازم يدفع تمن غالي. إلا مش عارفة ده معناه إيه، بس اتبسطت ورجعت للسفينة. الكل بيحاولوا بكل قوتهم علشان يصلحوا السفينة، بس ده هياخد أيام علشان تطير تاني. جاردة جات لها فكرة واستخدمت سحر رياح الشمال على واحدة من سجاجتهم، وبأعجوبة بدأت تطير. الفيدا فضلت ورا علشان تصلح السفينة، في حين إن الباقيين طاروا ناحية كهف البركان. بعد ما وصلوا المعمل عرفوا إن السياح مش موثوق فيهم زي ما كانوا فاكرين. بدل ما يحرسوا البوابة السياح بيستخدموها علشان يسرقوا آيس كريم من القصر. جاردة غضبت قوي وطلبت من السياح يقوموا بمسؤوليتهم. بعد ما خلصوا الآيس كريم السياح خدوا كتاب الحكمة واستعدوا يقفلوا البوابة. إلا طلبت منهم يعملوا كده بعد ما ترجع للقصر. لازم تدي برعم الزهرة ده لمامتها وتساعدها في استعادة الختم. جاردة حست بالأسف على البنت الصغيرة واتطوعت تساعدها. كاي ورولان انضموا ليهم وكلهم دخلوا جوه البوابة. مئات من الأرواح الشريرة هربت دلوقتي من الختم، وملكة التلج تعبت في محاربتهم. طلبت من إلا تفضل في عالم البشر، بس إلا مش هتقدر تسيب مامتها في خطر. قدمت برعم الزهرة السحري، بس ملكة التلج مش مبسوطة لما شافته. هي عارفة عنه بالفعل بس عمرها ما فكرت تستخدمه بسبب العواقب. برعم الزهرة ممكن يمنحك سحر قوي، بس في المقابل بياخد كل قوة حياتك. لازم تضحي بنفسك علشان تستخدمه، يعني بالعربي كده اللي بيستخدمه هيموت بعد ما يعمل برعم الزهرة. لما إلا سمعت كده رمت الزهرة على طول، بس مش هترجع للبوابة. بدل كده اتجهت ناحية ختم البحيرة علشان تصلح اللي كسرته. لما ملكة التلج شافت شجاعة بنتها التقطت برعم الزهرة وانضمت لإيلا في المعركة. بما إن رولان وكاي ما عندهمش أي سحر الملكة ادتهم أسلحة ودروع علشان يحاربوا الأرواح الشريرة. جاردة والأولاد بيتعاملوا مع الأرواح، في حين إن ملكة التلج وإلا اتجهوا ناحية ختم البحيرة. لازم يجمعوا قوتهم علشان يعملوا الختم الجديد، بس مهما حصل لازم ما يتشتتوش أثناء العملية دي. لما دوك سافيرا شافهم بيرجعوا الختم غضب قوي وحاول يشتتهم. نجح في عمل فتحة صغيرة وبعت تعويذة سحرية. أول ما خرجت مئات من وحوش التلج طلعت من الأرض وبدأت حرب. وبدل ما رولان يخاف اتحمس واندفع علشان يهزم الوحوش. لما شافوا كايوجاردة كمان اتشجعوا وهاجموا وحوش التلج بيحاولوا بكل قوتهم، بس وحوش التلج كتار قوي. في النهاية جاردة والأولاد اتهزموا على يد الوحوش ووصلوا الحافة. فجأة الفيدا دخلت من خلال البوابة بسفينتها وسحقت نص الوحوش. صاحبة حديقة الجنيات والسياح وصلوا هناك وانضموا هم كمان للمعركة. لما شافوا وصولهم كتير من الأرواح الشريرة هربت من الختم وبدأت تجمد الكل. بعد كده رجعوا ناحية الختم علشان يشتتوا إلا. البنت الشجاعة ما اتحركتش وركزت على الختم،
بس ملكة التلج مش هتقدر تخاطر بحياة بنتها، سابت التعويذة على طول علشان تحمي إلا. الختم اتكسر ودوك سافيرا هرب أخيرا. ملكة التلج بدأت تهاجمه، بس مش قوية كفاية إنها تهزم دوك سافيرا العظيم، وهزم الملكة بضربة واحدة واتجه ناحية البوابة. لما ملكة التلج شافت كده قررت تستخدم برعم الزهرة، وضحت بقوة حياتها علشان توقف دوك سافيرا. للأسف لسه مش قوة كفاية علشان تهزم الشرير العظيم، إلا مسكت إيد مامتها واتبرعت بقوة حياتها علشان تخلي التعويذة أقوى. لما شافت كده جاردة كمان مسكت قرصها السحري وانضمت لإيلا وملكة التلج. السحر عمال يقوى، فكاي ورولان انضموا ليهم كمان، ومع بعض هزموا دوك سافيرا. بس لحسن الحظ محدش فيهم مات، كل ده بفضل وحدتهم. برعم الزهرة بياخد حياة شخص واحد بس إلا اشتغلت مع الكل، فكل واحد فيهم ضحى بجزء صغير بس من قوة حياته. ملكة التلج فكت تجميد الكل وعزمتهم على احتفال في قصرها. وبكده بيخلص الفيلم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الأفلام اللي جاية.